لما بدأ المطر ينزل، الرجال القروي ما كان يبي إلا يرجع لبيته. لكن في هذيك الليلة عند المغارة اللي جنب المزرعة شاف ولد كان مفقود من سنين. والمصيبة كانت أن الولد ما كان لحاله. القصة اللي بقولها لكم على لسان واحد كاتب أدعية كان يقول: شغلي كتابة الأدعية والطلسمات القرآنية، وكل زبايني قصصهم غريبة. بعض القصص حتى أنا ما أصدقها بسهولة، بس أغلبهم صادقين معي. يوم من الأيام رحت القرية عشان أكتب لهم أدعية، وكان واحد من أهل القرية مضيفنا. بعد شوي جابوا شاب ومعاه ولده. المضيف قال: هذا المسكين جاه تشنج ويقولون إنه ممسوس. قلت له: المس مو لعب، أكيد صار له شيء خلاكم تقولون كذا. الشاب الممسوس نزل راسه وبعدها بدأ يحكي. اللي صار كان العام، رحت للمزرعة عشان أحرث الأرض. المزرعة بعيدة عن القرية، وشغلي كان بياخذ أيام، ولهذا أخذت معي شوية موية وأكل عشان ما أرجع كل يوم. تنهد وكمل. اشتغلت لين الليل وكنت تعبان مرة. قلت أنام شوي وبعدها أكمل. طفيت التراكتر ونزلت. كانت ليلة قمرا والدنيا منورة. جلست قدام التراكتر، فرشت قطعة قماش ونمت. بين النوم واليقظة حسيت إن شيء يقترب مني. فتحت عيوني وشفت منظر جمد الدم بعروقي. حرمة ضخمة واقفة فوق راسي بس تطالع فيني، كأن جسمي انشل، ما قدرت أحرك ولا أصبع. قربت راسها مني وقالت بصوت غليظ: ريحة الآدمي تقرفني. مسكت رجلي وسحبتني لها. أنا كنت أشوف بس ما أقدر أسوي شيء. كنت أقول بقلبي الله أكبر، لكن كل مرة أقولها كانت تغرس أظافرها الكبيرة أقوى بكف رجلي. كنت أحس بألم شديد في رجلي، وفجأة وقفت المرأة وتركت رجلي، ثم لفت وجهها باتجاه قريتنا وقالت: عثمان. عثمان هو اسم ولدي الصغير، وما كنت أعرف كيف عرفت اسمه. والأسوأ إنها بدأت تمشي باتجاه قريتنا. ولما قدرت أفيق من الحالة اللي كنت فيها، جلست كم دقيقة وأنا تايه، ثم تمتمت لنفسي: يا ربي، وش هالكابوس المرعب؟ لكن راحتي ما طولت. التفت وراه، وبلحظة واحدة رجع الخوف يضرب بصدري مثل الصاعقة. لقيت بيني وبين التراكتر حوالي 300 متر. قمت بسرعة وأنا أتنفس بقوة، وقلبي كأنه يبي يطلع من صدري. صرت أقول: شلون بعدت عن التراكتر لهالدرجة؟ أنا ما أمشي وأنا نايم، كيف صار كذا؟ ذكرت اسم الله والرسول وركضت باتجاه التراكتر، وكل خطوة ألف وراي، خايف أحد أو شيء يكون يتبعني. ولما وصلت لقيت أغراضي كلها بمكانها، بس ولا شيء كان طبيعي. ذيك الليلة قضيتها كلها خوف لين طلع الفجر. ولما هديت شوي قلت لازم أخلص الشغل بأي طريقة وأرجع قبل الليل. كنت خايف على نفسي وعلى ولدي، لكن مهما حاولت ما قدرت أكمل حرف الأرض. المطر نزل وصار الشغل أصعب، والتراكتر يتعطل كل شوي، والدنيا بدت تظلم. ولما اشتد المطر قررت أرجع للقرية. ما كنت مستعد أشوف شيء غريب مرة ثانية. المطر كان يزيد، والطريق الترابي صار وحل، والتراكتر يمشي بصعوبة لين وقف نهائياً وما عاد يتحرك ولا خطوة. كنت أبي أخلي التراكتر وأروح لأقرب قرية، بس الأرض كانت كلها طين، وترك التراكتر بوسط البر ما كان تصرف عاقل أبداً. الطريق كان طويل وأنا أفكر وش أسوي، إلى أن طاحت عيني على غار فوق تلة. استغربت، كيف ما قد شفته من قبل وأنا أمر من هنا كل يوم؟ قلت لنفسي بدخل الغار وأتخبى فيه، وإذا وقف المطر أصلح التراكتر وأرجع للقرية. لكن كان في قلبي خوف غريب من الغار، ومع كذا ما كان قدامي حل ثاني. تقدمت له وأنا خايف، ولما وصلت لقيته مظلم ومخيف، بس برضه أحسن من الوقفة تحت المطر. قلت أوقد نار صغيرة أتدفى شوي ويصير المكان منور. جمعت شوية عيدان لكنها كانت مبلولة، وبعد معاناة قدرت أشعل نار بسيطة.
والمطر كأنه ما له نية يوقف. مر الوقت وصرت ما أقدر أبقى صاحي إلا وأحس إني سمعت صوت. الصوت كان جاي من داخل الغار. أول ما خطر ببالي إنه صوت حيوان. مسكت الخنجر اللي دايم أحمله معي عشان لو هجم علي أقدر أدافع عن نفسي ولو شوي. كنت أنتظر يطلع لي حيوان، لكن الصوت قام يعلى وصار كأنه أنين ولد صغير. قلت لنفسي يا رب خلص هالليلة، أنا غلطان يوم جيت أحرث بهالوقت. كنت أسمع دقات قلبي تعلى كل لحظة. قلت بصوت عالي بسم الله بسم الله، وأحاول أقنع نفسي إنه يمكن ولد ضايع داخل الغار، لكني كنت أكذب على نفسي عشان ما أموت من الخوف. صرخت مين في الغار؟ اطلع! كررتها أكثر من مرة، ضايع ومذعور كأني مهبول. قلت وشلون ولد يجي نص الليل لهالغار المظلم؟ وفجأة سمعت صوت حصى يتحرك. عرفت إن فيه شيء أو أحد قريب مني. مسكت الخنجر بقوة ونفسي صار يقطع، ولما قرب حسيت قلبي بيوقف كأني بوسط كابوس. شفت ولد صغير جسمه كامل أسود، وكل اللي يسويه إنه يطالع فيني. ما كنت أدري وش أسوي. مديت يدي عليه بخوف، أبي أتأكد إنه بشر، ولما لمسته تحرك وتألم، وهذا ريحني شوي إنه إنسان مو شيء ثاني. وفجأة قام يصرخ ويبكي، وأنا بقلبي أقول يا رب احفظني من هالليلة النحس. بعد ما لقيت شوية جرأة سألت الولد أنت من تكون؟ ما جاوب، وكان واضح إنه خايف مني. سألت مرة ثانية أنت من تكون؟ وش تسوي في هالغار؟ ضايع؟ بصوت غريب ومخيف نطق اسم قرية أعرف أهلها. قلت له يعني أنت ولد هذيك القرية؟ من أهلك؟ لكن ما جاوب. وتذكرت أنه قبل كم يوم أهالي القرية ذي كانوا يحكون عن ولد ضايع. قلت لنفسي أكيد هذا هو الولد الضايع، خصوصاً أن اختفاء الأطفال مو شيء جديد. له سنين أطفال من القرى المجاورة يختفون وما حد لقاهم. الشرطة والناس حاولوا بكل الطرق، لكن ما قدروا يوصلون لأي شيء، وصار خوف الأطفال الضايعين يطارد القرى كلها. كنت متأكد أن الولد الضايع، لكن حركته ما كانت طبيعية، وكلامه غريب كأنه يتكلم بلغة ما عمري سمعتها. قلت لنفسي أكيد حكمة ربي أن تراكتري خرب عشان ألقى هذا الولد. سألته اسم أبوك وأمك إيه؟ وفجأة ارتعب بطريقة مو طبيعية وركض باتجاه فم الغار، ثم دخل داخله بسرعة. صرخت لا تدخل، الغار خطر، بس ما كان يسمعني. الغريب أنه يتحرك بثقة في ظلام ما تشوف فيه يدك، وما كنت أدري من وش يخاف كذا. صرخت له كم مرة تعال أطلعك للقرية، لكن ما رد. بعد ثوان قررت آخذ حطب وأدخل الغار. قلت بسم الله ودخلت. أمشي ببطء وأنا أحاول أشوف آخره. مع خوفي كان الفضول يجرني، ليش الولد رايح آخر الغار؟ ليش يبقى في هالظلام؟ يمكن أحد خطفه، ويمكن هذا نفس المكان اللي فيه الأطفال اللي اختفوا. بعد ما مشيت بالرعب والصعوبة وصلت آخر الغار، ولقيت الولد جالس بزاوية. قربت عليه بالحطب المشتعل وشفت شيء ما صدقته. قدامي كانت كم جثة أطفال ناشفة كأن أحد جففهم. وقفت مصدوم، وما كان عندي شك إنهم الأطفال اللي ضاعوا. الخوف شلني وقلت مين يسوي هالشي بعيال الناس؟ وجهت النور على الجثث ولاحظت شيء أغرب. في قلوب كل جثة مغروسة قطعة خشب، كأنهم جزء من طقوس أو شيء شيطاني ما له تفسير. غصت بالتفكير، إلا وصوت بكاء الولد رجعني للواقع. قلت أول شيء لازم أمسك يد الولد ونطلع من هنا. حاولت أمسك يده، لكنه كان يقاوم بقوة غريبة. وأنا حاول أطلعه التفت جهة مدخل الغار
ولقيت شيء مرعب، شيء ما أنساه طول حياتي. شكرا جزيلا لكم على مشاهدة هذا الفيديو. لمتابعة الجزء الثاني لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بالإعجاب بالفيديو.